ليه لازم تكون ليه تفهم تاخد اصلا ماب ريديوس ما دام هو وحش كل حياته. ماب ريديوس يعتبر هو بيزك عشان يأهلك لحتة السبارك وحتة الفلانك. لازم تكون فاهم ماب ريديوس بشكل كويس قوي، يعني لولا الماب ريديوس انت ما كنتش هتعرف ان الانتراكتيف اناليسيز او الايتريتيف بروسيسنج مش بيتسبورتوا على الماب ريديوس، وبيتسبورتوا في باقي زي الاباتشي سبارك والاباتشي فلينك. عشان كده احنا بناخد الماب ريديوس ده، بناخد منه البيزكس بشكل كويس وبنبدأ نكمل عليه. الماب ريديوس انجن زي ما احنا قلنا، الماب ريديوس ده بيشتغل على حاجه اسمها باتش بروسيسنج سيستم. باتش بروسيسنج سيستم دي معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا، بنمسك الداتا سيت بتاعتنا اللي هي البيج داتا الكبيره، بنبدا نكسرها لحتت صغيره، وبنبدا نتعامل مع يعني نتعامل مع كل قطعه صغيره دي، بنطلع منها ريزلت معينه، وبعد كده بنجمع الداتا تاني في الاخر. هي دي الفكره كلها بتاعت الماب ريديوس. هو برضو بيعيد الحته بتاعت ايه ماب ريديوس انجن. في الاستريم بروسيسنج نفس الكلام برضو. احنا عندنا في الاستريم زي ما انا كنت قايل مثال، مثال بتاع مثلا الملعب. احنا بنشوف الكوره، يعني نشوف لو بتتفرج على ماتش اونلاين، الكاميرا بتجيب لك ان بتجيب لك الملعب صور، بتاخد الصور بتاعت الملعب بيكسلز. دي بيبدأ عليها يعمل حاجة اسمها، دي الانبوت بتاعك، بيبدأ عليها يعمل حاجة اسمها بروسيسنج، يظبط الألوان يظبط الأشكال وكده. بعد كده البيكسلز دي بتتجمع عندك في الشاشة على صورة ايه بيكسلز تانية في الشاشة عندك، عشان تقدر تشوف الماتش لايف. بحيث ان مفيش حاجة تبقى سابقة لحاجة، لا انت بتشوف حاجة ستريم. ستريم معناها ان انت بتشوف حاجة اونلاين، او الداتا بتاعتك بتكون ايه شغالة، يعني في داتا سيت عمالة ايه بتجيلك يعني. اما كده دي هنا اليارن ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ده نقدر نقول عليه ان هو حاجة اللي هو تقول فيرجن رقم 2 من الهدوب. هو يعني احنا بنبدأ اليارن بيبقى فيه حاجات اسرع وحاجات اكبر، وبيبدأ يتعامل مع داتا اكبر بكتير من الداتا اللي كان بيتعامل عليها على الهدوب. بس ده يعتبر فيرجن جديد من ايه من الهدوب نمبر 2. هنلي شابتر لوحده بالتفصيل هناخده ونشرحه فيه. ايه بقى الفرق زي ما احنا قلنا ما بين التراديشنال داتابيز العادية خالص والماب ريديوس؟ ليه بنستخدم الماب ريديوس والتراديشنال داتابيز يعني؟ اول حاجه ان التراديشنال في السايز بتاع التراديشنال داتابيز، ان ان الحجم بتاع السايز بتاع الداتابيز صغير، ان انت بتتعامل مع بيانات صغيره خالص، تيبلز صغيره خالص، فدي بتتقاس بحته الجيجا بايت. اما الماب ريديوس لا، انت بتتعامل مع داتا كبيره قوي، داتا كبيره جدا، وبتبدا تعمل لها اناليسيز، وتبدا تتعامل معاها بشكل ايه، بشكل اكثر يعني بروفيشنال اكتر. فدي بتتقاس بحته البيتا بايت. حته الاكسس، انت عندك في حته الماب ريديوس ان انت توصل تاكسس البيانات بطريقه تبقى يعني محدوده ومعقده جدا في حته الريد والرايت. ليه؟ عشان كده احنا بنشتغل باتش بروسيسنج. ليه؟ اللي هو عشان الداتا بتاعتنا بتكون كبيره قوي قوي قوي، واحنا مش بنعرف نقراها. عشان كده احنا بنعمل ايه في حته الباتش؟ بنقسمها لحتت وبنبدا نقرا كل حته لوحدها، وفي الاخر بنجمع الريزلت. اما حته التراديشنال داتابيز لا، فانت عندك داتابيز تيبل صغير تقدر تعمل عليه ابديت وديليت وانسيرت، حاجات سهله جدا يعني. احنا هنا بنشتغل بحته اسمها ايه، انتراكتيف اند باتش. دي انت بتعمل ايه يعني؟ انت بتوصل للداتا بشكل كويس، بشكل اسرع، وتاخد اكسس يعني بطريقه سهله جدا. اما حته الابديت بقى، حته الابديت، فانت عندك في الماب ريديوس عمليه الابديت اصلا قليله جدا جدا جدا. ليه؟ برضه بسبب ان البيج اللي عندنا الداتا كبيره قوي، ما بنعرفش نعمل حته الابديت دي. ليه؟ وكمان الداتا بتكون باتش، بتكون متكسره، فاحنا لما تيجي تعمل ابديت لازم تعمل ابديت في كله بقى، عشان هيكون في اكيد في تيبل، في كولوم ليه ريليشنال بكولوم تاني. اما حته الماب ريديوس لا، فعادي انت ممكن تعمل ابديت بسهوله جدا، تعمل ديليت وحاجات يعني سهله جدا، بسبب ايه؟ ان حجمها صغير جدا. الترانزاكشن بقى في حاجه اسمها اي سي اي جي، المفروض احنا كنا ناخدها في الداتابيز، بس احنا ايه مش ما خدناهاش يعني. بس هقولها انا، في الايه معناها الاوتوميستي. دي معناها ايه؟ ان الداتابيز بتاعتنا بتشتغل يعني
بتشتغل كقطعه واحده. يعني ايه كقطعه واحده؟ يعني بتشتغل كلها كويس. لا ايه، لا لو حاجه واحده وقفت كده مش هتشتغل. يعني لو حاجه واحده فشلت يبقى كله فشل. فيعني الحاجه، يعني مثلا الداتابيز التيبل مثلا او الكولوم، لما تيجي ترن الداتابيز لازم التيبل كله يكون صح. لو في حاجه مثلا غلط، لو انت جيت عملت انسيرت او ديليت او ابديت، لو في حاجه واحده بس غلط يبقى كده كل حاجه هتبقى ايه، مش هتشتغل، هيتقلب. اما السي اللي هي كونسيستنس، اللي هي دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل مثلا، احاول اجيب مثال. دي بتحول الداتا، يعني بتحول الداتا بيز من حاله لحاله تانية. ازاي يعني؟ احنا دلوقتي عندنا كونسترين معينه نقدر نمشي عليها في الداتا بيز. القيود الكونسترين بتاعتنا في الداتا بيز محدوده قوي قوي قوي. فاحنا عشان كده لازم نعمل ايه، نخلي بالنا من حته ايه الكونسترينسي. اما السوليوشن دي معناها ايه؟ دي العمليه الواحده، البروسيس الواحده اللي احنا بنعملها بتاثر على بروسيس تانية. يعني احنا مثلا لما بنيجي ننسert تيبل على تيبل، في يعني ممكن ننسert تيبل الاول عشان يشتغل تيبل تاني، عشان ده يبقى في منهم ريليشنال. فالعمليه البروسيس الواحده بتعتمد على البروسيس التانية. اخر واحده اللي هي مش فاكر اسمها قوي، كان حاجه اسمها durability على ما اعتقد يعني. برضه يعني في المحاضره الجايه ان شاء الله هحط صوره ليهم هم الاربعه بكل التفاصيل يعني. هنا بتقول ان الداتا بتاعتنا اللي متخزنه في قاعده البيانات بعد ما خلاص، بعد ما بتنجح بنعمل ايه؟ يعني بنشوف بقى احنا خلاص الداتا بتاعتنا اشتغلت، بنشوف الكلام ده بس على ايه، على الهارد ديسك بتاعتنا. يعني بيوريك الحته دي، بتوريك ازاي الداتا بتاعتك بتشتغل على الهارد ديسك. بس يعني هي موجوده في حته الداتا بيز بسبب ان التيبل قليل زي ما احنا قلنا. اما في حته الماب ريديوس فمش هينفع فيها اصلا الكلام ده. انا لما سالت الدكتور فيها قال لي هي ساعات بتنفع بس مش في حته الماب ريديوس، في حاجات تانية يعني. في حته بقى الاستراكشر، حته الاستراكشر احنا عندنا هنا البيانات، احنا بنشتغل هنا في سكيما اون رايت. ليه؟ عشان احنا عندنا هنا احنا بنتعامل بشكل، يعني في حته الداتابيز بنتعامل بطريقه يعني تقول عليها كده هي ستراكشر ليه؟ عشان احنا عندنا تيبل عاديه بنعمل لها، بيكون في ريليشن ما بين التيبل، فطريقه ستراكشر عاديه خالص. اما الماب ريديوس فدي بتشتغل بحاجه اسمها سكيما اون ريد. دي حاجه يعني زي ال دي unstructured data. يعني unstructured data تقدر تتعامل مع الصور والفيديوز. فعشان كده احنا بنشتغل في الماب ريديوس السكيما اون ريد اقصد. اما في حته بقى الانتجريت، فانت عندك في الداتابيز بتكون هاي، بتكون عاليه قوي. يعني ايه اصلا انتجريت؟ معناها ان مزايا الداتا اللي عندك، الداتا بتكون كويسه او مترابطه متناسقه مع بعضيها كليننج بشكل كويس. ازاي؟ في التراديشنال داتابيز والماب ريديوس. فانت عندك في التراديشنال داتابيز اللي بتكون عاليه قوي. ليه؟ عشان احنا عندنا الاي سي اي دي، وزي ما قلنا الاي سي اي دي ده بينظم لي كل حاجه حرفيا في التراديشنال داتابيز. فانا عندي دي بتكون كويسه قوي 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 في الداتابيز. اما الماب ريديوس لا. ليه؟ عشان انا ما بعرفش، يعني هو بيبقى فيه انتجريتد في الماب ريديوس، بس دي بتكون فيه سبيشال بروجرامينج. عشان احنا الداتا سيت اللي بتجيلنا في البيج داتا يعني الكبيره، بتجيلنا مش الداتا مش بتجيلنا من كذا سورس. يعني بتجيلنا من كذا سورسز مختلفه، زي مثلا ممكن داتا تلاقيها سي اس في وجيسون، ملف جيسون واكس ام ال. وتقدر انت بقى تتعامل تجمع الداتا دي حاجه اسمها اي تي ال 2. اي تي ال 2 دي انت بتعمل فيها ايه؟ بتعمل انتجريت للداتا عندك، وبتبدا تعمل تربط الكولوم ببعضيها، وموضوع كبير قوي. فده اصلا يعني عشان حته الاي سي اي دي مش مدعومه في الماب ريديوس، فالموضوع ده صعب جدا جدا جدا. حته ايه الماب ريديوس؟ السكيلنج بقى ده معناه ايه؟ ان الداتا بتاعتنا منتشره ازاي اصلا. يعني انت عندك في الماب ريديوس الداتا بتكون كبيره جدا. فانا من خلال الداتا دي طبعا بتكون معقده وكبيره. فالداتا دي اقدر اطلع منها انفورميشن كبيره قوي بسبب ان هي كبيره. جميل. فهي ايه الجوده بتاعت الانفورميشن اللي انا بطلعها بتكون عاليه قوي.
ومش معقده، ويعني كستراكشر معقده طبعا. انا بطلع اقصد ان الداتا اللي بتطلع لي يعني بتكون مفهومه. اما في حته التراديشنال داتابيز لا، فانا عندي الداتا بتكون مش كبيره، والداتا اصلا بتبقى على قد خالص اللي هي في التيبل. مش بنعرف نتحكم، مش بنعرف نطلع منها بانفورميشن عاليه قوي، يعني زي ايه، زي الحته بتاعت الماب ريديوس، عشان بيكون في داتا كتير قوي عندنا فبنعرف نطلع منها انفورميشن. هنا احنا قلنا بقى، يعني هنا برضو بيشرح لنا ايه الفرق ما بين الماب ريديوس والتراديشنال داتابيز. كل اللي قلناه في التيبل اللي فوق هو بيبدأ يعيد. بس كده، يعني لحد هنا. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل الهدف والجديد كمبيوتر.